هتفضل كده يعني متوقع ان انت ان شاء الله سنه لما يجي معرفش شهر كام تتظبط ايه؟ ما انت كل اسبوع بيعدي بيتراكم عليك 5 حصص في ال5 مواد. انت من كتر التراكمات اقسم بالله هيجي لك وقت ما هتعرف ترفع راسك اصلا. هتفوق امتى بقى؟ يعني انت عارف انتوا بقيتوا في غيبوبه، فوق عشان الوقت بيعدي وهيجي وقت مش رجعان تاني. هترجع من انت بقى اول يوترن خلاص. يعني ولي الامر مع احترام الاولياء الامور يعني كان زمان بيربي، دلوقتي هو فاكر نفسه بيربي، فاكر نفسه عايش مع ملاك طاهر في البيت، وهو دي حقيقه. الواحد منكم جوه البيت ملاك طاهر، ابن الباشمهندس راح وبنت الدكتوره جت من الدرس. انا نفسي والله اعزم اولياء الامور في القاعه اللي فوق كده وافتح لهم الكاميرات يشوفوا الحصه معانا، يجي يشوف احنا بنتحايل على ابنك يسكت ازاي. تعالى شوف احنا بنصح ابنك كام مره في الحصه، مش سايب الشرح وطالع ما تسمعش الشرح يعني حاجه اخر قرف. والله العظيم يا اخي والله مشاكلنا هتتحل لو حسينا ببعض، عشان بعد كده انت بتزعل من درجات. تعالى شوف احنا عمالين نسكت الاستاذه اللي ما بطلتش رغي من اول الحصه وهزار. تعالى شوف ابنك ماسك التليفون ومخبيه ازاي وعمال يعمل بيه في الحصه. تعالى شوف ان انت مش مربي ملاك. تعالى شوف ان احنا بنتعامل مع ناس احنا نص الحصه بيضيع في ضبط النفس ان انت ما تعملش مشكله مع طالب عشان ما تاثرش على الباقي اللي قاعد مركز. تعالى شوف عشان ما تصدمش يوم الامتحان. وبرضه الطالب والله نفسه ولي امرك ياخدك معاه الشغل في مره عشان تعرف ان مكنه الفلوس اللي شغاله تعد في البيت دي ما بيبقاش قاعد على المكتب والتكييف مسقعه وكده ويقول له خد في اخر اليوم فلوس اصل انت التكييف سقعك شويه النهارده. روح شوف الفلوس بتيجي ازاي، روح شوف بيستحمل كام موقف سخيف طول اليوم عشان يرجع لك بفلوس. والله يعني مش عارف اجيبها لك ازاي يا اخوان، بس والله العظيم حسوا ببعض. هم يجوا يحسوا بينا هنا احنا بنعمل ايه معاكم، وانت روح الشغل معاه حس بيه. هتفهموا ان انتوا اللي انتوا بتعملوه ده اذى. حتى لو انت مش من الناس المستهتره قوي، المستهترين نص خليك فاكر ان كل ولي امر في الظروف اللي احنا فيها دي هو بقى عنده قناعه نفسيه انا مش عارف احوش ولا عارف اعمل اي حاجه، بس هو مخه بيقول له بس انت بتستثمر في عيالك، دول احسن استثمار. فهو مقتنع داخليا ان طول ما ابني كويس هو انا في احسن استثمار، انا بستثمر في عيالي. وصح جدا انك تستثمر في عيالك، بس عيالك اللي انت بتستثمر فيهم دول اول طرحه تبقى طرحه الثانويه العامه. الطرحه بتاع الثانويه هو بقى عامل نخله عمال بيزرع فيها 17-18 سنه مستناها تطرح، تقوم لما تطرح تتف عليه من النتيجه. والله هتتف عليه انت باللي انت بتعمله ده. لو انت هتكسفه. حد هيقول لما حد يساله ابنك عمل ايه هيقول عمل ايه؟ اوريك درجاتك في الامتحان عشان تعرف انت عامل ايه. هتفضل كده يعني متوقع ان انت ان شاء الله سنه لما يجي معرفش شهر كام تتظبط ايه؟ ما انت كل اسبوع بيعدي بيتراكم عليك 5 حصص في ال5 مواد. انت من كتر التراكمات اقسم بالله هيجي لك وقت ما هتعرف ترفع راسك اصلا. التراكمات هتجيب راسك الارض. هتفوق امتى بقى؟ يعني انت عارف انتوا بقيتوا في غيبوبه. اقسم بالله كان احسن شغل اشتغلته السنه اللي بعد الكورونا. غباء عيال بص مخام صدي بقالهم 2 سنين قاعدين في البيت ما شافوش علاج، بس كانوا متربيين عاوزين يتعلموا. والله واي حد في السنتر ده قديم يشهد. اقسم بالله السنه اللي بعد الكورونا ما في مجموعه طلعت منها من على السبوره دي الا لما كنت بنهج ومش عارف اخد نفسي من كتر المجهود اللي بيتعمل معايا. ولو في حد قديم هنا في السنتر يقول لك والله العظيم كنت بطلع اقعد اكح بره من ضيق التنفس اللي انا ببقى فيه، بس على قلبي زي العسل. ليه؟ كانت ناس عاوزه تتعلم. انما انتوا هنا يا ابني انت مرفه بس مش عاوز تتعلم. انت مخلي بدل ما دماغي كلها هنا على السبوره اطلع لك اللي يروق عليك ويخليك برنس، نصها على السبوره ونصها معاك عشان اسكت واصحى بطل كلام، نصها معاك. وده مش شكوتي، كل مدرس اتكلم معاه عنده نفس البلاوي. فوق عشان الوقت بيعدي وبيفرط منك، وهيجي وقت ما فيهوش رجعان تاني. هترجع من انت بقى اول يوترن خلاص بقى السنه الجايه ان شاء الله. عدل بقى نصيبك السنه الجايه. الله يرضى عنك ويصلح حالك يا رب.